انتشر هذا الفيديو بشكل كبير تحت عنوان مثير جذاب يشد أي حد كويتي يتزوج من 4 في يوم واحد، زي ما قلت انتقاما من طليقته لفشل حياته الزوجية. أستاذ أمين، هل القصة حقيقية أم مختلقة؟ أول شيء أشكر برنامجكم إنه اتصل علي وباشرني، هذا شيء ثقافتكم. ثاني شيء القصة هذه كلها غير صحيح، يعني كلها إشاعات إشاعات. وأشكر مرتي اللي تحملت كل هذا، اللي هي دكتورة خلود. حلو، كنا مسوين دعاية إنك توشى وعرت لا، أنا عايز أوضح الصوت يا جماعة شوية. أستاذ أمين، ممكن نعلي الصوت؟ أنا آسف بس اتفضل. معليش. أول شيء ألو. أنا سامعك كده، اتفضل. حلو، أول شيء أشكر برنامجكم وتعاونكم معي إنكم اتصلتوا. حلو، وكل اللي طلع إشاعة بإشاعة. ألو. أنا سامعك كده كويس، اتفضل. أنا مو متزوج إلا واحدة وما راح أتزوج غيرها. أنت تزوجت واحدة فقط ومش هتتجوز غيرها؟ متزوج واحدة وعمري ما راح أشوف غيرها، وكلام كله إشاعات الأربعة. طيب. هي كانت دعاية والناس أخذت الدعاية هذه وألفت قصص، وهذا اللي متزوج 4 ودافع 500,000 هي دي زوجتك اللي هي معاك في الصورة اللي أنت بتقبل رأسها، اللي هي؟ أيوة، إي نعم، اللي هي أم شعر لونه أشعر، وهي الحين جالسة جنبي وراح تكلمكم وتقول لكم في شيء. الو. انا سامعك. دي زوجتك، وانت هنا فعلا ده عرس، ده الفرح. هذا مو فرح. الو. امال ايه؟ انا متزوجها صار لي 4 اشهر، هذا كله دعايه، احنا كنا نسوي دعايه. انت بتعمل دعايه لايه؟ حق مصممين الكوشه واللبس وهذا، وانا عارض ازياء. انت عارض ازياء واللي معاك عارضات ازياء. ايوه، بس وكانت مرتي معاي عشان الغيره، بس هو هذا اللي بوصله. زوجتك معاك عشان الغيره؟ ايوه، يعني شو اسمه هذا، انا كان شروطي ان كان زوجتي تكون معي. انت صممت ان زوجتك تبقى معاك علشان يعني ما تبقاش طالع انت كده مع 4 عارضات ازياء او 3، فيعني المشهد يسبب لها ضيقا او يعمل لها حاله غيره يعني. ايوه، اي نعم. والصحافه كلهم كتبوا اشاعات، حتى وصلنا بالبنجال. طيب. الو. لا، حتى النيبال كلموني. حتى مين؟ حتى نيبال دخلوا علي، وايران، كل القنوات، كل دول العالم. كل دول العالم يهتموا ما هو يعني واحد بيتجوز 4 في ليله واحده، يعني خبر يهتم بيه العالم كله طبعا يعني. اي نعم، وخبر غير صحيح، وغير صحيح المهر من 500,000، وغير بس هي مرتي، وراح تكلمكم اللي هي دكتورة خلود، اللي اخذتها عن زواج حب من بعد 2 سنين. طيب قول لي، انت هنا طبعا ده كان